كثير ما نسمع في هذا الزمان وفي هذا الوقت: راتبي أقل من راتبه، سيارتي أقدم من سيارته، هو يسافر وأنا لا أسافر، وأنا جالس في البيت، هو عنده وأنا ما عندي. هو قال تعالى: ولا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك. مفهوم هذه الآية مهم. ضاق سطرك بالناس ونسيت نفسك. الحسد سوء أدب مع الله عز وجل. لا ترهق نفسك بالمقارنات، لأنه كلما اتسعت عيناك ضاق سطرك. فارضى بما قسم الله لك، واشكر الله على نعمته، فتكن من أفضل الناس، خير وبركة ورزق، ودمتم في رعاية الله.